أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المحاماة والناس. وفي حلقة اليوم هنعرف ليه بيتم تنفيذ عقوبة الإعدام فجرا. تابعونا. في الحقيقة أن فكرة تنفيذ عقوبة الإعدام في وقت محدد جاءت من الغرب اللي بدأ تنفيذ عقوبة الإعدام في منتصف الليل، لكن في العالم الإسلامي اختاروا وقت تنفيذ عقوبة الإعدام فجرا. وسبب اختيار تنفيذ عقوبة الإعدام فجرا في العالم الإسلامي بيعود لثلاث نواحي: ناحية دينية، ناحية تنظيمية، ناحية قانونية. بالنسبة للناحية الدينية فالإعدام فجرا بيتيح للشخص اللي بيتم إعدامه فرصة الصلاة التي تعد مهمة جدا في الدين الإسلامي، وبالتالي بيذهب المعدوم إلى ربه بعد أداء صلاته في حال رغبته ذلك. أما بالنسبة للناحية التنظيمية فاختيار توقيت الفجر لتنفيذ حكم الإعدام بيسمح بتنفيذ العقوبة بدون أي بلبلة أو فوضى في السجن، لأن الجميع بيكون نيام في التوقيت ده، والمحكوم عليه بيكون نفسيا في أكثر حالات هدوء النفسية وقت الفجر، مما يسمح لمن حاولوا من منفذي عقوبة الإعدام الحفاظ على سلاسة تنفيذ حكم الإعدام. وبالنسبة للناحية القانونية فالإعدام فجرا بيسمح بوجود وقت كافي للمسؤولين وأهل الميت باستصدار كل الأوراق اللازمة لاستلام الجثة وإنهاء إجراءات الدفن، مما يتيح دفن المعدوم في نفس اليوم، وده بيتناسب مع فكرة إكرام الميت دفنه. وبكده أكون وضحت لحضراتكم ليه بيتم تنفيذ عقوبة الإعدام فجرا. أتمنى يكون في الفيديو معلومة ولو بسيطة، وتحياتي لحضراتكم جميعا.